السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد طبعا المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده مفيش إنسان شبه التاني، سواء من ناحية البشرة أو الشكل أو حتى الصوت. كل واحد فينا مختلف عن التاني، بعيد يعني عن الجماعة السنيين دول لا ينطبق عليهم الكلام اللي احنا بنقوله ده خالص، يعني عشان دول كلهم تقريبا يعني كلهم واحد. فايه سبب اختلاف البشرة بين البشر؟ وايه الحكمة من يكون في بشرات مختلفة أصلا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك محتوى قناتنا ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو في سؤال محيرة اكتبلي في التعليقات وانا هرد على كل التعليقات. في الحقيقة في ناس معتقدة ان السبب اختلاف البشرة هو المناخ والبيئة اللي بيعيش فيها الفرد، يعني بسبب الحرارة مثلا. يعني يقولك لو واحد عاش في بيئة حارة بشرته هتسود، ولو واحد قعد في بيئة ثلجية بشرته هتبيض، وده كلام خالي من الصحة تماما. حتى لو بشرته اسمرت او ابيضت بسبب الحرارة فكده كده هترجع زي ما كانت مرة تانية، لان هو اتخلق بالوضع ده. لكن حتى لو افترضنا فعلا ان بشرته اسودت فده مش هيأثر على جيناته، يعني مش هيخلف ولد مثلا ابيض مثلا عادي، فعشان جيناته كده يعني فخلاص. يعني حتى لو هو اسود من الشمس فمستحيل الولد اللي هيخلفه ده هيطلع برضه نفس بشرته، بل هيطلع بنفس جيناته. يعني مستحيل يعني الشمس تأثر على جيناته الوراثية. طيب بما ان كده سيدنا آدم هو أول الخلق وبيعتبر جدنا جميعا، فايه هي بشرة سيدنا آدم عليه السلام؟ في الحقيقة ما فيش دليل بيوضح بشرة سيدنا آدم، لكن بعض أهل العلم قالوا إن اسمه مشتق من صفة الأدمة وهي السواد، لكن ما فيش دليل على الكلام ده. وفي منهم اللي قال إنه مشتق من قديم الأرض. فالعلماء اختلفوا إذا كان أبيض أو أسود. حتى روى أحمد وأبو داود الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي قال إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. طب ايه معنى الحديث ده بالظبط؟ يعني الحديث ده صححه الألباني وغيره. قال ان اختلاف ألوان البشرة من ذرية آدم عليه السلام رجع لاختلاف ألوان التربة اللي اتخلق منها آدم عليه السلام. يعني سيدنا آدم اتخلق من تربة مختلفة، التربة هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، عشان كده اختلفت بشرة ذريته من بعده، والله أعلم. طيب ايه الحكمة من اختلاف ألوان البشر أصلا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. زي ما هو باين من الآيات اللي قلناها دلوقتي، فإن الله خلق الناس مختلفين في السماء والأرض والألسنة والألوان. وبيرجع بعض العلماء الحكمة الإلهية باختلاف ألوان البشر إلى بيان قدرة الله وإعجازه في الخلق، وده أكيد على كل ما ذكر في القرآن، لأن الله أخبرنا أنه خلق الناس من التراب، والتراب ألوان فتعددت ألوان البشر، علشان كده يعني في ألوان مختلفة من البشر. فلو كان الناس من صنع الطبيعة زي ما بيقول الناس الملحدون، عشان ما كانتش هتختلف ألوانهم اللي صنعتها الطبيعة يعني. عشان كده بين الحكمة الإلهية باختلاف ألوان البشر ممكن يكون سببها إظهار وحدانية الله وإظهار قدرته. أسباب الاختلاف بين الناس، في أسباب كتيرة بتختلف الناس فيها، منها التكامل والتنوع سواء في النوع أو في الشكل أو في وجهات النظر وغير كده. وللعلماء الكثير من الأسباب اللي بيذكروها. طب ليه ربنا خلق بعض الناس قبيحين أو شكلهم؟ ربنا ما بيخلق حاجة قبيحة أبدا، كل شيء ربنا خلقه جميل، حتى لو ما كانش الجمال في الشكل فهيكون الجمال في الروح والأخلاق والصفات. وكم من حكمة سبحانه وتعالى البالغة خلق الأمور وضدها. فقد خلق الله الملائكة وخلق الشياطين، وخلق الليل وخلق النهار، وخلق الطيب والخبيث، وخلق الحسن والقبيح، وخلق الأبيض والأسود، وخلق الخير والشر، وخلق القوي والضعيف، وخلق الغني والفقير، وخلق السليم كما خلق السقيم، وخلق العاقل كما خلق المجنون. في الحقيقة سبب اختلاف البشر ده ان ربنا خلق البشر مختلفين في كل حاجة، بداية من بصمة أصابعهم وصولا لأفكارهم ومرورا باللون والحجم. يعني مثلا هتلاقي كل واحد فينا ليه بصمة معينة في صباعه، مستحيل تلاقي بصمة صباع متشابهة طبق الأصل من بصمة صباع واحد تاني، ومستحيل تلاقي مثلا نفس البشرة هي نفس البشرة بتاعت حد تاني ونفس الحجم. يعني أكيد في اختلاف حتى لو اختلاف بسيط. نفس الموضوع بيرجع في اختلاف العين، كل عين ليها بصمة معينة، وكل ده عشان التنوع والاختلاف حاجة مطلوبة بين البشر، وبيسبب الاختلاف ده الكثير من الحاجات اللي بتنوع في عدة أمور، أهمها التنوع في الاحتياجات واختلاف أشكال الناس بسبب التنوع والتكامل فيما بينهم والاختلاف أذواقهم. بس كده خلاص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو في سؤال شاغل بالك اكتب لي في التعليقات وانا هرد على كل التعليقات بإذن الله. سلام.